يعني ربنا لما كلم سيدنا محمد قال عليهم بالحسنى. يعني انا مش فاكره الايه اللي ربنا قال لسيدنا محمد عليها، ان غير انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. افتكرها لكم بس. ولا تكن غضا فليظ القلب فانفضوا من حولك. صح؟ انا مش فاكراها بالظبط، بس هو كده. مفيش داعي انت تبقى فظ كده وغليظ ايه يا عم، في ايه؟ مش كده يا حبيبي. والنار وجهنم بتدخل لي على الفيس. الواحد الملتزم ده ليه بيدخل على الفيس؟ انا عايزه افهم ليه بيدخل على صفحتي انا يعلق. ليه بتدخل تعلق؟ ليه بتدخل تتفرج على حاجتي؟ ليه؟ عايزه افهم ليه، ايه الداعي يعني؟ تدخل تتبسط، بتشوف الست دي مزه وحلوه وتتفرج عليها وتتبسط، وبعدين تخرج تعمل ايه؟ تشتم؟ لا انت سافل، انت كده اخلاقك انحطاط، انت كده راجل مش محترم لما تعمل كده. والستات بقى الستات وسنين الستات والموقف اللي واخدينه مني الستات. ايه بقى؟ لا حد يكلمنا على الستات شويه بقى. انا عملت لك ايه؟ انت داخله دبي 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 دبي. ليه يا ماما؟ ليه؟ خطفت منك جوزك مثلا؟ خطفت ابنك اتجوزته من وراكي؟ قفشتيني في وضع مخل مع حد قريبك مثلا؟ تشتمي ليه؟ شايفاني ست منحله ومنحرفه؟ مالكيش فيه، انت مالك؟ انا منحرفه لنفسي يا ست، ولما بشيل شيله بشيلها لوحدي، ولما بتعاقب لوحدي، ولما بتحبس لوحدي، لما بشيل الطين بشيله لوحدي انا واهلي. انت مالك؟ انت من بقيه اهلي؟ انت يا وليه من بقيه اهلي؟ لا نسوان محترمه ولا رجاله محترمه، والدنيا والناس بقت غريبه. الاربع 5 سنين دول انا واضح ان انا اختفيت على البلد كتير قوي. ايه ده؟ ايه اخلاق الناس دي؟ ايه اخلاق الناس دي بجد؟ يعني حتى المصيبه لما بتحصل في البلد، المصايب لما بتحصل في البلد اي بلد تانية يدعوا لها الا مصر. يحصل نصيبه الناس بقت غريبه، شماته ما بعدها شماته. في ايه يا جماعه؟ انتوا عايشين فين؟ احنا كلنا كده عايشين فين؟ هو انا صعب عليا ان انا اسافر وهاجر واقعد بره؟ بس هاجر واسافر واقعد مع مين؟ اقعد لمين؟ لما اموت هيجيبوني في صندوق، ممكن ما يجيبونيش في صندوق، يسيبوني اموت بره، ادفن بره. مين اللي هيترحم عليا؟ لما في ناس هتترحم عليا، بس مش الاشكال اياها دي. من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الله. لو ما كنتش انت رحيم ودعيت لي ربنا يهديني، عمر ربنا ما هيبعت لك حد يرحمك. هتفضل كده طول عمرك، طول عمرك هتفضل كده. لكم بضحك عليه. واحد بعت لي يقول لي انت طالق. الله يجازي، والله العظيم ضحكتني، قلتلك بنصيبه. ايه بعلك انت طالق؟ يعني شكله ما عجبوش كلامي ان انا اتكلم جد. انا ما اعرفش اتكلم جد، انا اعصابي خانتني يا جماعه، اعصابي خانتني وعيطت. مش ممكن، انا مش مصدقه. في ايه ده؟ انتوا لو رحتوا المكان اللي انا كنت فيه ده اقسم بالله تتعلموا حاجات لو عشتوا عمركم كلهم ما تتعلموهاش. في ناس هناك جوه والله العظيم فعلا، في ناس جوه يعني ميتين وهم في ناس جوه عايشين وهم ميتين، وفي ناس بره ميتين وهم عايشين. والله العظيم يعني بره الناس اللي عايشه دي هم ميتين اصلا، ميتين ومعفنين كمان والله العظيم. وفي ناس جوه هم ميتين بس عايشين، عندهم امل في ربنا. يا سيدي كفايه ان السجن ده بيعلمنا ان احنا نصلي الفرض بفرضه. يا سيدي البس زي ما تلبس واعمل زي ما تعمل، بس كفايه بيجي لك 5 مرات في اليوم غير السنه ان انت تقف بين ايدين ربنا. دي كفايه، دي كفايه، دي كفايه. اهو حاجه اتعلمتها. اكيد هيجي على في يوم من الايام وربنا يهديك، يعني اكيد هيجي على يوم من الايام وربنا يهديني. اللي طلقني ده اعمل انا دلوقتي؟ انا بقيت مطلقه دلوقتي، بقيت ارمله دلوقتي، اعمل ايه؟ مش كده خليكم عارفين. طب انت اقول لكم على حاجه، الناس بتقول لي انا بكبر ولا بصغر ومش باين عليا السن. على فكره انا بعد 3 ايام، بعد يومين هتم 49 سنه. 49 سنه، عارفين يعني 49؟ يعني فاضل لي سنه وبقى عندي 50 سنه. الله اكبر، تطشوا لا يا النهارده. بس التاريخ مكتوب على الجوجل وعلى الويكيبيديا.
انتوا عارفين انا مش باين عليا السن ليه؟ والله العظيم انا اكلمكم بجد. انتوا عارفين انا مش باين عليا السن ليه؟ عشان انا من جوايا ابيض. انا من جوايا، انا طول عمري من جوايا ابيض، واللي في قلبي على لساني، وده اللي وداني في داهيه. ان انا اللي بكرهه اقول له انا بكرهك في وشك، اللي بحبه بقول له انت حبيبي. يعني لما كان في مشاكل بيني وبين المستشار مرتضى اللي انا بدعي له لحد دلوقتي ان هو اتنازل لي عن 21 بلاغ كان ممكن اقضي بقى عمري في السجن بسببهم، اتنازل لي بدون اي مقابل. انا كان في بيني وبينه مشاكل وانا جيت عليه واهنته كتير، وهو في الاخر سامحني برضه. اتحبست 3 سنين ونص وبعدين سنه، بس في الاخر سامحني. كفايه بقول لك اتنازل لي عن 21 بلاغ. لو كل بلاغ كنت خدت فيه شهر، تخيلوا كام شهر بقى انا راقده جوه. ها؟ ما كان في مشاكل بيني وبينه انا كنت بطلع اقول ان انا ما بحبوش. يعني انا اللي في قلبي كان على لساني. ناس بقى كانت بتسخني عليه، كان شيطاني مقومني عليه. المهم ان انا كان اللي في قلبي مش هداري واخبي. دبي 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 دبي، والراجل يسامح وارجع دبي دبي دبي، والراجل هيتنازل ويرجع دبي دبي دبي. فاهمين؟ فانا اللي في قلبي على لساني وما بعرفش اداري. هو كده على فكره برضه، هو من طيبته ان هو اللي في قلبه على لسانه ما بعرفش يخبي ويداري. والنوع ده ما تخافوش منه، النوع ده بيتكلم، يعني بيتكلم كده بس، لكن هو من جواه طيب. يعني هو قال انا مش هسامحك، مش هشوف الاسفلت تاني، بس هو منه لنفسه راح تنزل لي على البلاغات. اوكي؟ فاحنا ما بيبانش علينا السن، عشان كده احنا اللي جوانا ده هو بيطلع على وشنا، فتلاقوا وشنا ينور، وشنا حلو. غير بقى الناس اللي ايه، اللي قلبها اسود، اللي هي معاكم عليكم هم الداعمين راحوا فين؟ انا مش هحلكم النهارده. اللي هم معاكم عليكم النهارده عشان الملك متى الملك. السنه دي نجمه ومنوره ومعلمه، ابقى انا حبيبها وصاحبها ومعاها وبخرج ورايح جاي وبتصور وبقول للناس دي صاحبتي. واخد بالك انت يا اسلام بيه؟ واخد بالك؟ ها؟ وصاحبتي وبنروح ونخرج ونعمل. اول ما تقع ولا اعرفها، براءة من الله ورسوله، ولا كأني شفتها قبل كده. انت لما الواحد بيتحط في ضيقة وتلقى الناس حوالين منك مشوا يا سيسو، وتلقى الناس حوالين منك سابوك ومشوا، ما تزعلش. ليه؟ عشان ربنا بيكشف لك حقيقتهم في الوقت المناسب. ربنا بيكشف لك حقيقتهم في الوقت المناسب. لكن طول ما انت عايش والناس الوحشه دي جنبك وهم محسنك ان هم اصحابك وحبايبك وبيحبوك بجد، على خداع يعني، وانت مش كاشف حقيقتهم، تزعل. لكن انا مبسوطه، انا ربنا مش كل اصحابي سابوني. تخيلوا الناس اللي كنت انا كويسه معاها وكانوا اصحابي وحبايبي قوي ورايحين جايين ومسافرين سابوني. الناس اللي انا كنت بعملهم وحش هم اللي وقفوا جنبي. الناس اللي كنت بعملهم وحش هم اللي وقفوا جنبي. الناس اللي ما كنتش بعبرهم هم اللي وقفوا جنبي. الناس الغلابه اللي وقفوا جنبي. الغلابه. عارفين اللي كان بيسال عليا في ديتي؟ الميكانيكي وبتاع الخضار، والواد الغلبان صاحبي الصحفي، والولد اللي كان عندي ماسك لي السوشيال ميديا بتاع القناه. الناس الغلابه، الكبارات والبهوات والبشوات خافوا على الكرسي يا بيه، خافوا على الكرسي. كرسي حلو برضه، كرسي مغري. هم دول اللي ايه، باي 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 باي، لا اشوفكم ولا تشوفوني ولا اعرفكم ولا تعرفوني. خالتي وخالتك وتفرقوا الخليط. وانت والله كنت بتسأل عليا حبيب قلبي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اذكروا الله لا اله الا الله. انا قلبت جد قوي صح؟ قلت لي بنصيبه اللي عكنن عليا في اول اللايف. روحي يا هبتليك بنصيبه زي مصيبتي كده ان شاء الله، وساعتها مش هعبرك ولا، والنبي لو ما عملت ايه ولا هعبرك. انا بقول لك اهو قدام الناس على الهوا، انت عارف نفسك. ايه يا هاني؟ ايه يا هاني؟ عمال اقول لك فكرني يا هاني، شفتك فين؟ مش عايز تفكر. رامي هاي مجدوف حبيبي راح فين؟ 20%. حلوه السمك. 20%. 20%. طب ال 80% فين؟ انا عايزه اقول لكم على دراسه حصلت يا جماعه. انا عايزه اصلح سناني دي لو سمحت، عايزه الم السنتين. فرقوا وانا في سويسرا، فرقوا لوحدهم، مش عارفه ليه. يا اما اعمل فينير، بس مش عايزه اعمل فينير. بيقول لك ان الراجل لما بيجي يبص على الست، والله دي نظريه، خلينا نتكلم فرفشه شويه بقى، صوتكم بجد. 20% يا قلبي. طب بقول لك ايه، 20% عشان 80% هتحطهم ايه يوم عيد ميلاد.
انا يوم الاثنين بالليل الساعه 11 ونص احنا بنشحت بقى على التيك توك.